صباح الخير، صباح العسل على أحلى حبايب. تعالوا بينا كده نبتدي يومنا الجميل بحضرة الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحضر كده فطار خفيف مع بعض. بصوا، أنا بصراحة كنت قايمة من النوم ماليش نفسي أفطر خالص، فلما بيبقاش ليا نفسي أفطر الفكرة دي هي اللي بتيجي ببالي. طبعا انتوا عارفين ان انا بجيب الجبنه القريش المكسره لان بتبقى نازله في السعر، وانا عامله لكم بيها فيديو قبل كده. تمام. قمت كده جيت طلعتها من التلاجة وقطعت عليها قرن فلفل، قلت تغيير يعني عن اللي انا بعملها. قطعت طبعا عليها قرنين فلفل رومي كده زي ما انتوا شايفين، وبحط عليها شوية زيت، وعايزة اقول لكم بتبقى طعمها حلو جدا. حتى انا والله كلتها كده، ما كلتش جنبها اي نوع عيش ولا حاجة، لاني زي ما قلت لكم حاسة اصلا قايمة من النوم ماليش نفسي افطر خالص. بس كده، وطبعا وهقلبها طبعا على بعض يعني، وبعد كده ايه، هقطع جنبها خيارة. بس وخلاص كده، هو ده كان الفطار بتاعي. وطبعا هعمل جنبها شوية شاي صغيرين قوي، الكوباية الصغيرة دي. وبعد كده بقى هقعد افطر يعني، وبعد كده هاخدكم معايا جولة كده للسوق نشوف هنجيب ايه. هنا طبعا كنت خلاص فطرت وخرجت بقى اهو. طبعا المقشة يعني البيت كان محتاج مقشة عشان المقشة اتكسرت، فقلت ايه اجيب واحدة. عايزة اقول لكم اسعار المقشات غلي، بس الراجل ده حاجته حلوة ورخيصة. دي كده رغم ان هي كثيفة كده عاملة 20 جنيه، بس طبعا من غير العصاية. العصاية بقت عاملة لوحدها 15 جنيه عند اي حد. اما اللي متعلقة فوق دي هي اللي انا جبتها وعاملة 25 جنيه. اما الصابون ده في ناس كتير قوي بتدور عليه وما بتلاقوهوش، الصابون بتاع زمان القديم ده، الواحدة عاملة 14 جنيه. الصابونة دي حلوة قوي للحمام وعاملة 10 جنيه، ريحتها تحفة يا جماعة، حلوة جدا. طبعا طالما في السوق قلت ايه اعدي بالمرة اجيب كرومباية. عايزة اقول لكم ما شاء الله الكرومب حلو، طري زي ما انتوا شايفين كده، وما شاء الله كبير، وسعر الواحدة 10 جنيه. فاخدت واحدة كده. ايوه اللي قدامكم دي اللي انا خدتها، اهي سعرها 10 جنيه. وطبعا برضو لقيت البرتقال سعره 10 جنيه، وقفت كده نقيت كيلو.